هاي، اخبارك ايه؟ معانا مشكله النهارده جديده. واحده بتقول اللي هي كانت متجوزه، وربنا ما رزقهمش بذريه، وزوجها توفى، وكان عدم الانجاب من زوجها، وعاشت حياتها معاه ورضت بنصيبها، وفضلت بدون جواز فتره كبيره، وكانت مقيمه بشقتي لوحدي. وتقدم ليا زميل ليا بالعمل، وهو متجوز ومعاه ابناء، وزوجته موجوده، مع العلم اللي انا رفضت الموضوع ده علشان هو كان متجوز يعني. وفضل يزن عليها وبيقول لها انا بحبك ومش قادر استغنى عنك والكلام ده، وانا عايش مع مراتي التانية علشان اولادي مش عشانها وكل الحاجات دي. وهي رفضت بشدة، وعرضت الموضوع على اهلها وبعض زمايلها في العمل. فبعدها زميلها في العمل قالوا لها ده هو انسان محترم وكويس، وليه لا لما انت تتجوزي وانت كده كده ما عندكيش اولاد، وهو يهتم باولاده وهيهتم بيكي وهيصرف عليكي والكلام ده. هو انسان محترم وطيب وونس ليكي وسند ليكي في الحياة. وهي كان عمرها 50 سنة لما زوجها توفى، هي دلوقتي عندها 55 سنة. وانا بسبب الوحدة قبلت الزواج، وجاب شقة تمليك مكتوبة باسمه، وعايشين في شقته دلوقتي، وانا موظفة وليا راتب، وكانت بتاخد معاش من زوجها، بس لما اتجوزت المعاش انقطع. المهم حاليا هو مش بيصرف على اي حاجة من جيبه، انا اللي بصرف في كل حاجة في البيت، وحاجات شخصية ليا، وكل حاجة انا اللي متحملها. بالرغم ان هو معاه مرتب، وغير الحساب البنكي بتاعه، وبيصرف الفوايد على شهادة الاستثمار لولاده، وكل طلبات البيت الاولاني مجاب، بس كل طلبات بيتي انا اللي بجيبها، هو ما بيجيبش اي حاجة. ولو طلبت منه اي حاجة بيقول انا معيش. وانا مش حاسة ان انا مسؤولة من واحد اللي هو يقدر يصرف عليا او اعتمد عليه. وكمان هو مقسم الايام بيني من وجهة نظره هو، وبيقول ان ده العدل بالنسبة له. فهي مش عارفة تعمل ايه. فهي بتقول ان انا اطلب الطلاق ولا افضل قاعدة معاه. هو انت كده مش مستفيدة حاجة وانت عايشة معاه؟ انت اللي بتصرفي وانت اللي بتعملي كل حاجة، هو ما بيعملش حاجة. هو البيت الاولاني هو ملزوم بيه علشان مراته وعياله، وانتي اخدك وقت اللي هو انتوا بتستجموا مع بعض. يعني هو اخدك استجمام، بيحب يريح دماغه من مراته الاولانية ودوشة العيال، يقعد معاكي ساعتين يوم يومين وخلاص. انتي كده استفدت ايه؟ وهو لو حصل اي مشكلة هو هيطردك من البيت وهيقولك دي شقتي وانتي روحي ماليش دعوة. انت واحدة مستحملة كل ده ليه؟ يعني هو ولا واحد محافظ عليكي، ولا واحد مثلا عامل لك مستقبل ليكي، ولا بيصرف ولا اي حاجة. لا، اعتقد ان انت تتطلقي منه، لان هو انت مش حاسة بالامان اصلا وانت قاعدة معاه. انت كنت مفكرة اللي هو هيبقى سند وظهر ليكي، وهو ولا اي حاجة. انت اتخدعتي فيه لما اتجوزتوا وعشتوا مع بعض. لا، سيبيه وارجعي معاش جوزك، واصرفي على نفسك وروحي عمرة وعيشي حياتك، لان هو زي قلته. انت الوحيدة اللي خسرانة مش هو. بالعكس انت خسرانة تعب اعصاب وتفكير وبهدلة. لا، ليه تعملي كده في نفسك وانت منتوش صغيرة على الكلام ده؟ يعني انت واحدة عندك 55 سنة، يعني كمان 5 سنين هتطلعي على المعاش، مش هيسأل فيك اصلا. فلا، انت واحدة روحي سيبيه وعيشي حياتك واتبسطي وخرجي وتفسحي واصرفي على نفسك. انت كده بتصرفي على نفسك، انت كده مش مستفيدة منه حاجة. فلا، انت اللي غلطانة، اللي اصلا اللي قبلت اللي انت تبقي زوجة تانية. ليه؟ يعني ليه قبلت ان انت تبقي زوجة تانية؟ يعني هو الواحد بيتجوز مرة واحدة وخلاص يعني، تعبت يعني فتتجوزي تاني؟ عقلك كان فين يعني؟ معلش يعني. لا، سيبيه وعيشي حياتك. يلا باي.